بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباحكم مشرق بنور الله إن شاء الله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. لو انت أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم بإذن الله كل جديد معانا. يلا بقى نخش على الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. مبدئيا كده متنسيش تعملي لايك وتهتموا شوية بيا كده باللايكات عشان مقصرين معايا خالص. معايا بقى هنا كمية من البصل، بس مش هحطها كلها في نفس الأكلة يعني. هنا معايا بقى صينية حطيت فيها شوية زيت ونزلت بقى بالبصل كده هبدأ أخرطه عادي، تقطيع عادي كده. هو مش صغير قوي ومش كبير اهو. يعني هخرط، هو البصل مش كبير يعني، قولي 4 بصلات وسط كده، مش كبار قوي. واستنوا كده نشوفوا احنا هنعمل ايه. واسفه جدا والله على تنزيل الفيديوهات باستمرار، والله العظيم انا يعني مش عارفه اعمل ايه في النيت. هعمل ايه؟ النبض كان قطع في البلد بحالها. بيقولوا هم قطعوه في البلد بحالها عشان خاطر ما يفصلش تاني يعني. الله المستعان. يا رب ما يفصلش تاني. هنبدأ بقى ان انا انزل بالبصل كده، يعني حوالي 4 بصلات كده وسط. ومعايا 3 4 قرون فلفل كده بارد بقى حامي اللي انت عايزاه حسب ما انت ما بتحب. انا حاطه قرن بس واحد حامي والتلاتة التانيين باردين. اول البصل ما يبدأ ياخد لون كده، يعني مجرد ما اخلص الخريطة على طول هنزل بالفلفل. اهو انا حطيت قرن واحد، هو ده القرن الحامي اللي انا حطيته عشان برضو الولاد يعني وكده وما يبقاش مشطشط جو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الدنيا سجعة. سجعة بس ما فيش شتاء. الله المستعان. هبدأ بقى ان انا اخرط الفلفل كله، والبصل بقى ياخد معايا لون كده. ومعايا فريك، حوالي عن كوبايتين من الفريك بلاهم في مية لمدة نص ساعة. صفيتهم من المية بتاعتهم ونزلت بيهم على البصل بالفلفل كده. هديلهم بقى تقليبة مع بعض كده. كنت بصفي بقية الفريك. الفريك حجمه بيتضاعف، يعني لو انت مثلا عايزة كوباية، الكوباية دي على متبلها هتبقى كوبايتين، الكوبايتين هيبقى 4. فخلي بالك من حتة زي ديت، يعني حجمه بيزيد جدا وكمان لما بتسويه بيزيد اكتر. فخلي بالك يعني منه. انا هعمل هعمل حمام وهعمل بط. فنفس اللي انا بعمله ده بالفريك اللي ما بيحبهوش بيتعمل بنفسه رز هي. برضك هتحمر البصل كده يعني تشويحة كده، وتلات 4 قرون فلفل. وهتغسلي الرز، بس الرز بقى مش هتنقعيه، هتغسليه وتنزلي بيه اهو. بديله بقى تشويحة مع بعضه كده. وجبت برضك 3 طماطمات كده وقطعهم قطع صغيرة اهو. سهل وبسيط وخلطة مية مية. مش عارفة الناس اللي بتحبش الفريك دي بتحبوش ليه. احنا بقى العكس، احنا بنحبش الرز. لو عملت الرز محدش بياكله خالص، لكن الفريك لو صينية مليانة وفضلت بألف هنا وشيفا تخلص اهو. هديلهم بقى تقليبا مع بعضهم كده. والكبد والجوانس كانت المفروض نزلت على البصل بصراحة يعني. يعني اول ما تشوح البصل كده كنت نزلت بالكبد والجوانس على طول، لكن انا بصراحة نسيتها. انا بتضايق ورايا لقيتها محطوطة، يا نهار ابيض على دماغي، نسيتها. ومعايا بقى معلقة صلصة. وهدي بقى الكل دي تقليبة على النار. ونشوفوا بقى البهارات اللي احنا هنحطها. لسه ما ضفنالوش اي ميه. وتهدي النار عشان ما يلزقش منك. هحط بقى ملح وفلفل، كمون، 7 بهارات، بهارات مشكلة كده، يعني البهارات اللي انت بتحبيها والمتوفرة عندك حطيها. حبة هم مطحون، سنة كده من القرفة اللي بيحبها. ما بتحبهاش، احنا ما عندناش حد بيحبها. بحط حاجة بسيطة بحيث ان هي تطعم الاكل وفي نفس الوقت ما تكونش باينة اهو. حطت ملح وفلفل كمون، بهارات مشكلة 7 بهارات، حبهان مطحون، سنة من القرفة، البهارات المتوفرة عندك واللي انتي بتحبيها حطيها. ما تربطوش نفسك على حاجة معينة. وزي ما قلت عشان
كنت عامله قبل كده فراخ محشيه فريك، ولقيت ناس بتقول لي ما ينفع بالرز. ايوه ينفع بنفس الخطوات بالرز. معايا بقى ميه مغليه، ونزلت بها على الفريك وهديله النار لانه بيشرب الميه بسرعه وبيتلسع من تحت. كل ما تهدي النار تطلع الحاجه معاكي مستويه ومفرفره وحلوه. انا هسويه نص سوا، يعني انا حطيت له كده نص السوا، ما غطيتوش بالميه اهو. يا رب نجح ولادنا يا رب كلك. ما يضيعش تعبنا فيهم ابدا. هنا بقى معايا بطه، ومعايا الحمام. طبعا بقى المأكولات الشتوية ما اقولكمش عليها، بالدف كده وحلوة. وسلمي لي بقى على الرشاقة واللي انت عايزينه كله. احنا بناكل ونخس يا جماعة، مش بنتخن. عيب لما نقول بنتخن، احنا بناكل ونخس. هنا بقى حشيت البطة وكتفتها. ما تملهاش برضو الجو عشان تعملي حسابك ان انت لسه هتسويها، فالحجم بيتضاعف. فسيبها مهويه كده. معايا خل بقى وهكتف هكتف بيه. كل شويه مره تاخد تقول لي هنعمل دايت امتى يا عايده، هنعمل ريجيم امتى؟ اقول لها هنعمله من بكره، هنبداه بكره. بيجوا الاقي امي اعملوا لنا محشي، اعملوا لنا مش عارفه العيال يقولوا لك اعملي انا مش واكله، انا هعمل لهم بس مش واكله. ولا نفسنا قاعدين ناكل، نعمل يا جماعه؟ انا مش عارفه والله. هيبدأ برضك هحشي بقى طبعا الحمامة انا مسلكاه من تحت الجلد ومية مية. هحشيها برضك من جوه كده. وهحشيها برضك من الرقبة كده. انا طبعا يعني منضفة الحمام دي قبل كده معاكم، وعرفتكم ازاي اللي انت تسلكيه من تحت الجلد وتطلعي الحصلة من غير ما تفتحي الرقبة بتاعتها، عشان تتنك محافظة على الجلد بتاعها وتعرفي تسويه كويس، وتعرفي تحشيه قصدي كويس. انا بقى مش باخد كمية الفريك كلها عشان ما يتزفرش معايا، باخد اول باول اهو. وما تكبسهاش قوي عشان الجلد ما يطرشقش معاكي، خليه مهو كده. ده حمام بلدي فبيبقى ضعيف شوية، لكن في حجم حمام بيبقى عامل زي حجم الفرخة. دي ما بيبقاش بلدي. دي في الطعم احلى ومبيبقاش كبير قوي، بس في الطعم احلى من التاني بمراحل. الله. يعني نفسي اخس يا ولاد، نفسي مش عارفه اشرب ميه بصراحه يعني. كمان الجو برد، ما احناش عارفين نشرب ميه خالص، هو اهم حاجه الميه. ده بتهيألي انا بغيب اليوم كله ما بشربش، يجي نص كوبايه ميه. هحشي بقى كده، حشيته كله بنفس الطريقه، واجي مكتفه الجناح بتاعها لورا، ما تسيبوش سايب كده، كتفيه لورا. هحط بقى الحله، واجي حاطه البطه. وحطيت بقى بصل صغير كده، 3 4 بصلات صغيرين. ومعايا طماطمتين مقطعهم ترنشات. وهحط بقى ملح وفلفل وكمون، ورق لوري، حبهان، مستكه كده. لكن البهارات المطحونة اللي بحطها على اي لحوم او اي فراخ او بط او اي حاجة زي كده، بحط الملح والفلفل بس والكمون مش اكتر. لكن ولا بحط بهارات ولا بحط اي حاجة من دي، عشان بتسمر الشرب. وضفت لهم كوباية مية بقى وسبتها تتشوح كده بقى ومع نفسها. ساعة ما اتشوحت كده ونشفت لقيت الطماطم بقى هتبدأ تلزق والبطة هتلزق يعني وكده، جت مزودها مية. خلاص بقى هسيبها تكمل سواها وخلاص على كده. والفريك بقى هزوده بقى شوية شوربة، وهسيبه يكمل يكمل السوا بتاعه. كل ما حد يقابلني يقول لي احنا عايزين ندوق يا عايدة من الحاجات اللي انت بتعمليها دي. والله العظيم نفسي ادوق كل الناس، بس هعمل ايه يعني؟ والله بجد، والله اكل حلو وطعمه حلو وريحته حلوه بجد والله. وبعمل الحاجه بنظام كده وبروجان كده وبهداوه، مش يعني مش بعمل الحاجه بسرعه. هنا بقى عملت حبه رز بشعريه كده،
حمرت الشعريه ونزلت عليها بشويه الرز. يعني لما تعملوا رز بشعريه خلي الشعريه إيه يعني نفس كميه الرز. في ناس بتحط حبه شعريه صغيرين، لا اعملوا رز مسلوق احسن. لكن انا بعمل يعني مثلا لو انا عامله كوبايه رز اعمل قدها كوبايه شعريه، وضيف الميه بتاعت الشعريه والرز ديت. يعني لو انت عامله كوبايه رز وكوبايه شعريه، حط كوبايه ميه على قد كميه الرز. ما تعمليش حساب للشعريه، لان الشعريه ما بتاخدش سوى، بتطيب على البخار عشان الرز ما يعجنش معاك. وعلى حسب الرز بتاعك، في رز بيزيد، ولو الرز بتاعك ما بيزيدش حط العبار بتاعه مظبوط، هيطلع معاك مفرفر وزي الفل. اول ما يبدا يغلي تهدى عليه النار تخليها سهريه. حط في الرز بشعريه ده شويه فلفل اسمر، ضيفي كده شويه الفلفل الاسمر دولت وقولي لي رايك. هنا بقى خدت شويه شوربه بقى ازود بيهم الفريك واكمله سوا يعني وكده. انا والله مش بشكر في نفسي ولا حاجه، بس بصراحه يعني انا بعمل الحاجه والله بصراحه برساوه كده شويه، يعني بالذات في المعجنات والمخبوزات والحاجات ديت بعملها بتأني. ما بخليش حد يمد ايده فيها، يعني عشان خاطر ايه تطلع معايا كويس. هنا بقى لما تحط الحمام في الشوربه بيحطيه على ظهره، ما تحطهوش على بطنه، خليه على ظهره عشان ما يفرجحش معاك. هنا كان معايا حمامتين بصراحه كانوا مفتوحين من البدايه، هم دول اللي فتحوا معايا، لكن بقيت الحمام ما فتحش ولا حاجه. طيب الناس اللي يعني في ناس ممكن تكون بتعمل حمام وبيفرجع منه، ما تملهوش جو، خليه مهوي كده. ولما تحطيه في الشوربه حطيه على ظهره، ما تنزليش الحمامه على وشها كده على بطنها، هتفرجع معاكي. وفي طريقه تانية احسن واحسن واحسن، لو انت مش عايزاه يفرجع معاكي كمان، اللي انت ممكن ترصيه في صينيه وتزوديه شوربه وتغلفيه بولك سلوفان وتدخليه الفرن. لا مستحيل تخلي نص الحمامية كده بس شرب، نصه مش اكتر. اهو هبدأ بقى اللي انا اطلع بقى دهنت الصينية زيت، وهطلع بقى الحمام وادخله في الفرن يتحمر. يعني هو بياخدش سوا كتير، ما ياخدش معايا يجي حوالي نص ساعة في الشرب. اهو الاتنين بس اللي هما اصلا كانت من البداية الجلدة بتاعتهم مقطوعة في التنظيف، هما دولت بس اللي عملوا معايا، لكن بقيت الحمام زي الفل. هدهنهم بقى معلقة صلصة كده بقى على شوية زيت، وادخلهم تحت الشواية يتحمروا. زي ما الناس دلوقتي قاعدة تقول ايه يا بختك يا عيد، طب هاتلنا واحد. ولا بعرف اكل منه حاجة. ربنا يخلي. باكل وراهم والله، زي يعني زي كل الامهات، احنا يعني عارفين العيال بتعمل ايه، بناكل وراهم. حتى يبقى انت معاكي المناب زيهم، بس والله العظيم مش عارفه ليه وكل الامهات كده ولا انا لوحدي. انا بستخسر اكل كده واخليه للعيال. اديت لهم بقى تحميره. وهنا بقى كان فغرفت بقى الفريك، ورصيت بقى البطه كده والحمام على وش الفريك كده، وعملت بقى وحطيت الرز بشعريه. ما زودتش في الرز لان عارفه ان هو مش هيتاكل كله، هياكل فريك. وشوربه بقى وسلطه ولقمه هنيه تكفي 100. ما تنسوش تحطوا لايك بقى، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. اللايك يا جماعه لو سمحتوا. شوفوا بقى بقول لكم ان الفريك مفلفل ومية مية. اتمنى ان الفيديو تكون بتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.